الشنط خلاص اتقفلت والباسبورات اتختمت، وملايين البشر من كل فج عميق راكبين الطيارات ورايحين على هناك. اليومين دول الكوكب كله هيقفل موبايلاته وهيسيب مشاكله وهيقعد قدام الشاشات بس علشان يتفرج على أكبر وأضخم وأغرب وأعقد نسخة من كأس العالم في تاريخ البشرية. نسخة 2026 مش مجرد بطولة كرة يا رغايين، لأ، دي تحدي مجنون. الفيفا قررت تخوضه وتختبر بيه قدرة البشر اللوجستية. لأول مرة في التاريخ البطولة بتتنظم في 3 دول كاملة بمساحة قارة، كندا والمكسيك والولايات المتحدة الأمريكية، والأول مرة بتشوف 48 منتخب. أنت متخيل الرقم؟ 48 دولة جايين ببعثاتهم وصحفيينهم ومشاكلهم. 96 مباراة كاملة هتتلعب في شهر واحد. البطولة دي مش هتنتهي وتتحسم بس جوه المستطيل الأخضر، لا، البطولة دي بدأت تتلعب وتتكسب من شهور طويلة قوي ورا الكواليس، في المطارات اللي أعلنت حالة الطوارئ القصوى، وفي الشوارع اللي اتقلبت سكنات عسكرية ذكية، وفي الفنادق اللي شهدت صفقات استشفاء بمليارات الدولارات. أهلا بيكم في حكاوي الرغايين. النهارده في حكاوي الرغايين احنا مش جايين نقول لك مين هيلاعب مين ومين هيقعد على الدكه، لا، ولا جايين نوجع دماغك بتحليلات فنيه هتلاقيها في اي حته. احنا هناخدك في رحله طيران خاصه جدا، هننزل بيك في مطارات المونديال ونمشي معاك في الشوارع وندخل بيك الفنادق السريه للمنتخبات ونقف معاك على نجيل الملاعب الاسطوريه. هتشوف كواليس وتفاصيل مرعبه لاول مره هتعرفها عن النسخه دي. اربط الأحزمة، جهز فنجان القهوة، وتعالوا نرغي. تعالوا نبدأ الحكاية من نقطة الصفر، اللحظة اللي رجل المشجع أو اللاعب بتدوس فيها أرض البطولات، وهي المطارات. المطارات علشان تستوعب حجم الكارثة اللوجستية اللي واجهتها لازم نفهم لغة الأرقام. احنا بنتكلم عن 48 بعثة رسمية، كل بعثة فيها حوالي 75 شخص ما بين لعيبة وأجهزة فنية وطبية وطباخين وكمان حراس أمن. ضيف عليهم بقى ما يقرب من 4 ل 5 مليون مشجع هيتحركوا في نفس التوقيت ما بين المطارات الأمريكية والمكسيكية والكندية. الفيفا فرضت شرط غريب جدا وصارم على مطارات الدول المستضيفة، اسمه بروتوكول ال7 دقايق. الشرط ده بيلزم مطار زي جون كينيدي في نيويورك أو مطار مكسيكو سيتي الدولي إن بمجرد ما طيارة أي منتخب مشارك تلمس العجل بتاعها أرض المدرج، اللعيبة لازم يخلصوا إجراءات الجوازات والجمارك والبصمات والشنط ويخرجوا بره المطار ويركبوا الأتوبيس في أقل من 7 دقايق. طب ليه الجنون ده؟ لأن الأطباء في الفيفا أكدوا إن وقوف لاعب كرة قدم قيمته السوقية حوالي 150 مليون دولار في طابور جوازات عادي لمدة ساعة بعد رحلة طيران هي أصلاً طويلة، ده بيسبب حاجة اسمها تيبس العضلات، وده ممكن يبوظ لياقته في أول ماتش مثلاً. وعلشان كده المطارات دي عملت مسارات موازية وسرية تماماً. ضباط الجوازات هم اللي بيروحوا للعيبة لحد الطيارة يختموا الباسبورات وهم قاعدين على كراسيهم. الناحية التانية بقى من المطارات وهي الجمهور والمشجعين. كلنا عارفين إن الأمن في المطارات الأمريكية هو الأصعب والأعقد في العالم. في الأيام العادية المشجع العربي أو اللاتيني علشان يدخل أمريكا بيمر بأسئلة وتحقيقات وتفتيش للشنط ممكن جدا ياخد ساعات. تخيل بقى لما يدخل المطار ده 70,000 مشجع في يوم واحد وب20 لغة مختلفة علشان يحلوا بقى الكابوس الأمني ده. المطارات الأمريكية والمكسيكية طبقت ولأول مرة منظومة تكنولوجيا متكاملة اسمها البوابات الحيوية الذكية. البوابة دي بتشتغل بالذكاء الاصطناعي. المشجع ما بيقفش قدام ضابط، هو بس بيمشي في ممر عادي جدا. الكاميرات بقى بتقرأ بصمة عينه وتطبقها في ثانية واحدة مع تذكرته الرقمية للمباراة ومع باسبوره اللي متسجل على سيستم الفيفا، والبوابة تفتح تلقائيا. لو في أي مشكلة أو أي تزوير الممر بيقفل لوحده وبتنزل بوابات حديدية في جزء من الثانية. التحدي الأكبر بقى اللي شغال في مطارات الأسبوع ده مش مجرد استقبال الناس، التحدي كان الطيران الداخلي. احنا قدام بطولة مساحتها قارة كاملة وفروق التوقيت بتوصل ل3 و4 ساعات ما بين المدن. المنتخب من دول ممكن يلعب ماتش في المكسيك تحت درجة حرارة 36 ورطوبة خانقة، وبعدها ب 72 ساعة بس
مطلوب منه يركب طيارة ويسافر 5 ساعات لكندا علشان يلعب ماتش في درجة حرارة أقل من 14 درجة. المطارات هناك اتحولت لخطوط إمداد عسكري عابر للقارات. تم تخصيص ممرات جوية خالية تماما في الفضاء الجوي لأمريكا الشمالية لرحلات الشارترز علشان توفر ربع ساعة أو نص ساعة من وقت الطيران. المطارات دي بقالها 2 سنين شغالة على مجسمات ومحاكاة لليوم ده، واليومين دول هم ذروة الضغط اللي هيحدد نجاح البطولة لوجستيا. اخرج معايا بقى بره بوابات المطار واركب الأتوبيس وانزل الشارع. أهلا بيك في معمعة المونديال الحقيقية. شوارع الدول المستضيفة الأسبوع ده اتحولت لمسرح مفتوح، بس ورا المظاهر الاحتفالية والإعلام والأضواء في معركة مرورية وأمنية مرعبة ما بيشوفهاش المشجع اللي جاي ينبسط. مدن المونديال الكبيرة زي لوس أنجلوس ونيويورك ومكسيكو سيتي هي أصلاً مدن معروفة تاريخياً بأن المرور فيها جحيم. في الأيام العادية المواطن الأمريكي ممكن يقعد في إشارة ساعة كاملة بس علشان يتحرك 5-6 كيلو. تخيل بقى لما يبقى عندك أتوبيس منتخب البرازيل أو منتخب ألمانيا واللي عايز يتحرك من الفندق ويوصل الملعب قبل الماتش بساعتين بالملي. لو الأتوبيس ده اتأخر ربع ساعة في الزحمة البطولة كلها هتبوظ، والبث التلفزيوني اللي بالمليارات ممكن يقف. وهنا بقى الشرطة عملت خطة عسكرية اسمها المسارات الخضراء المعزولة. دي بقى حارات مرورية كاملة في قلب الطرق السريعة اتقفلت بكتل خرسانية وممنوع منعا باتا لأي مواطن أمريكي أو مكسيكي يمشي فيها بعربيته. الحارات دي مخصصة ل3 حاجات بس: أتوبيسات اللعيبة، سيارات الفيفا، والإسعاف. المواطن اللي بس يفكر يكسر بعربيته ويدخل الحارة دي الكاميرات المعلقة من فوق هتجيبه بالرادار الليزر، والعقوبة بتوصل ل$5000 تقريبا غرامة فورية مع سحب رخصة القيادة والمحاكمة بتهمة تعطيل الأمن القومي للمونديال. الشوارع اتقسمت حرفيا وبقوة القانون بس علشان الكورة. تعال بقى نعيش الأجواء شوية ونقارن ما بين ثقافتين في الشارع. الشارع في المكسيك مختلف 180 درجة عن أمريكا. الشارع المكسيكي عايش حالة من الجنون المطلق. الموسيقى اللاتينية المارياشي شغالة في كل ناصية. الجماهير لابسة أقنعة المصارعة المكسيكية الشهيرة وكمان القبعات العملاقة. الأكل الشعبي المكسيكي زي التاكو والناريبوس بيتحضر في الشوارع على الرصيف، ودي مسألة بقى صممتها البلديات هناك، وده علشان تمنع فوضى البائع الجائلين. المكسيكيين ما بيعتبروش الكرة تسلية، لأ دي جزء من هويتهم وثقافتهم، وعلشان كده الشارع دافي ومليان هتافات وصريخ وحماس ملوش أول من آخر. والشرطة هناك سايبة مساحة من الحرية للجماهير علشان تحافظ على روح الكرة اللاتينية. اعكس بقى الصورة تماما واطلع على شوارع أمريكا. هناك مفيش كرنفالات شعبية في الشوارع، هناك في بيزنس شو صارم جدا ومحسوب بالورقة والقلم. الشوارع منظمة جدا، شاشات التايمز سكوير العملاقة بتعرض إعلانات الشركات الراعية واللي دافعة مليارات الدولارات للفيفا. التأمين في الشوارع الأمريكية مرعب ولكن خفي. تم نشر نظام مراقبة اسمه العيون المفتوحة. دي عبارة عن آلاف الكاميرات المرتبطة بغرف العمليات وبتشتغل بالذكاء الاصطناعي السلوكي. الكاميرات دي مش بس بتقرا وشوش، لا دي بتحلل حركة المشجعين في الشارع. لو لقطت مثلا مجموعتين من الجمهور ما بينهم عداوة تاريخية وبدأوا يتحركوا بشكل متسارع أو يتجمعوا في شارع واحد ضيق، السيستم بيصنف ده كخطر بنسبة 90%، وفوراً دوريات الشرطة بتتحرك وتقفل الشارع وتفصل ما بينهم بعمل حواجز متحركة قبل الخناقة أو الفوضى ما تبدأ أصلاً. الشارع شبكة معقدة جداً مستنية صفارة أول ماتش علشان تنفجر حماس. سيبنا بقى من الشارع وزحمته ودوشة المشجعين وتعالوا ندخل جوه الحصون المنيعة والأسوار المغلقة، الأماكن السرية اللي ما بيشوفهاش الجمهور ولا الكاميرات. الأماكن دي بيطبخ فيها الخطط والمؤامرات البدنية، وهي الفنادق. المنتخبات الكبيرة لما بتسافر في كاس العالم مش بتنزل في فندق 5 نجوم عادي كده وخلاص، ولا بتشارك النزلاء في البوفيه والأسانسير. الفندق في كاس العالم ده اسمه المعسكر الحربي الأول، واللي بيخضع لكتالوج شروط من الفيفا سمكه أكتر من 500 صفحة من المواصفات الهندسية والطبية. المنتخبات الكبيرة أو التوب تيمز زي ما بنسميها زي البرازيل أو فرنسا أو إنجلترا مش بيحجزوا أدوار ولا حتى أجنحة. المنتخبات دي بتعمل حاجة اسمها إيجار حصري كامل، يعني المنتخب من الآخر بيشتري الفندق بالكامل لحسابه طول فترة المونديال.
الفندق بيتصفى تماما من النزلاء العاديين وبيتأمن عن طريق شركات أمن خاصة بجانب شرطة الولاية ومعاهم قوات الفيدرالية الأمريكية. طب ليه بقى كل المصاريف المرعبة دي؟ أولاً لمنع دخول الصحفيين والمحققين، ثانياً وده الأهم لمنع التجسس التكتيكي. المدربين بيخافوا جدا إن حد من عمال الفندق أو النزلاء يصور تدريباتهم السرية في جيم الفندق أو يعرف مين اللاعب المصاب ومين اللي هيقعد دكة من خلال متابعة تحركاتهم. وعلشان كده ممرات الفنادق دي بتتحول لثكنات عسكرية حقيقية، ممنوع حتى لعمال النظافة العاديين إن هم يدخلوها إلا بإذن مكتوب وبمرافقة أمن المنتخب. أكبر عدو بيهدد لعيبة الكورة في المونديال هو إرهاق السفر وفروق التوقيت. لاعب بيلعب ماتش في الساحل الشرقي لأمريكا وبعدها بيسافر للساحل الغربي، بيغير الساعة البيولوجية لجسمه تقريباً مرة كل 3 أيام، وده علمياً بيبوظ إفراز هرمون الميلاكونين والمسؤول عن راحة العضلات. علشان يحلوا الأزمة الوجودية دي، الفنادق تم تجهيزها بغرف نوم ذكية، ودي عبارة عن كبسولات نوم تكنولوجية بتتحكم وبدقة في درجة الرطوبة ونسبة الأكسجين وكمان درجة الضوء، وبتصدر موجات صوتية منخفضة التردد علشان تجبر مخ اللاعب إنه يدخل في مرحلة النوم العميق. ال6 ساعات نوم جوه الكبسولة دي بتعادل بدنياً وعصبياً 11 ساعة نوم. نيجي بقى للأكل والدعم اللوجستي الغذائي. ممنوع منعاً باتا لأي لاعب في بطولة كأس العالم إنه ياكل لقمة واحدة من بوفيه الفندق أو يطلب روم سيرفيس من مطبخ الفندق. كل منتخب جايب معاه شيفات متخصصين وكمان أطباء تغذية، والأخطر من كده إنهم شاحنين معاهم أطنان من المواد الغذائية من بلدهم الأم، اللحمة والفراخ والمكرونة وحتى المية والملح. طب ليه الشك ده كله؟ خوفاً من حاجتين: إما تسمم غذائي مقصود من قبل حد عايز يبوظ معسكر المنتخب، أو إن لاعب ياكل حتة لحمة كده مصنعة في البلد المستضيف وتكون بقى ملوثة بهرمونات معينة تظهر في تحليل المنشطات المفاجئ واللي بتعمله الفيفا بعد الماتشات، وده ممكن يتسبب في إيقاف اللاعب وتدمير مسيرته بالكامل وكمان تدمير حلم المنتخب. جوه الممرات الهادية والمؤمنة دي اللعيبة بتقعد على أعصابها والكل مستني اللحظة اللي هيركبوا فيها الأتوبيس المحصن ويروحوا بقى للمسرح الكبير الاستاد. وصلنا للمحطة الأخيرة، المسارح الخرسانية العملاقة واللي هيتكتب عليها التاريخ والدراما بالدموع، وهي الملاعب. تعالوا بقى نبص بعين سينمائية كده على الوحوش اللي بتستضيف اللعيبة دي. الملاعب في نسخة 2026 مقسومة نصين، نص أمريكي بيمثل التكنولوجيا والمليارات والترفيه الهجين، ونص مكسيكي بيمثل العراقة وتاريخ الكرة الحقيقي. تعالوا نبدأ بالنص الأمريكي. استادات كده زي استاد ميت لايف في نيو جيرسي أو استاد صوفي في لوس أنجلوس. الملاعب دي تكلفتها وصلت ل5 مليار دولار للاستاد الواحد. انت متخيل الرقم؟ ميزانية دول بالكامل. الملاعب دي مش مجرد مدرجات كورة، لا، دي مدن ترفيهية مستقبلية مغطاة. السقف بيفتح ويقفل في أقل من 10 دقايق عن طريق أنظمة هيدروليكية ذكية لو الجو بس مطر شوية مطر. وفي نص الملعب بقى شاشة عرض عملاقة، الشاشة دي حجمها أكبر من مساحة بيوتنا 2-3 وتكلفتها لوحدها ملايين الدولارات، ومصممة علشان تعرض الإعادة الفورية لكل لقطة بتقنية ال 4K وب 360 درجة للجمهور في نفس اللحظة اللي الحكم بياخد فيها القرار. ندخل بقى على معركة النجيل الطبيعي والهندسة الزراعية من تحت الأرض. في سر هندسي مرعب ناس كتير ما يعرفوهوش عن الملاعب الأمريكية. معظم الملاعب دي أصلاً مصممة لكرة القدم الأمريكية والنجيل بتاعها صناعي بالكامل، وده علشان يستحمل عنف اللعبة. ولكن بقى الفيفا بقوانينها الصارمة والمقدسة بتمنع تماماً اللعب على نجيل صناعي في كأس العالم. أمريكا اضطرت تصرف مئات الملايين من الدولارات علشان تشيل النجيل الصناعي ده من جذوره وتزرع مكانه نجيل طبيعي هجين مخصوص للمونديال. المهندسين الزراعيين شغالين بقالهم سنة كاملة بيثبتوا أنظمة إضاءة فوق بنفسجية معلقة وأنظمة تهوية وتبريد متطورة للغاية تحت الأرض علشان جذور النجيل الطبيعي تفضل عايشة وجاهزة وما يتبهدلش أو يتخلع من ضغط الماتشات المتتالية في شهر واحد. نعبر بقى الحدود ونروح للمكسيك. سيب بقى التكنولوجيا والمليارات على جنب وتعالوا بقى نحترم التاريخ. ملعب أزاتيكا في مكسيكو سيتي ده مش مجرد استاد يا جماعة،
ده كاتدرائية الكرة العالمية، الملعب الوحيد في تاريخ كوكب الأرض اللي هيستضيف افتتاح كأس العالم للمرة الثالثة في التاريخ. الملعب ده هو اللي شهد عبقرية بيليه سنة 1970، وكمان هو اللي شهد جنون ومكر مارادونا في 1986 وهدفه الشهير في مرمى إنجلترا. لما تقف في المدرجات وهي فاضية قبل الماتش هتحس بقشعريرة كده حقيقية في جسمك. الاستاد ده ريحته كورة، جدرانه حافظة صريخ الجماهير وهتافات الملايين. تصميم الملعب المعماري بيعمل حاجة اسمها ارتداد الصوت المكتوم، يعني صوت الجمهور بيتكتم جوه الملعب وما يهربش في الفراغ، وده بقى بيعمل ضغط عصبي وسمعي مرعب بيدمر شخصية أي لاعب منافس للمكسيك. وما بين تكنولوجيا أمريكا وعراقة المكسيك الملاعب جاهزة، النجيلة اتقصت بالمسطرة ومستنية 22 راجل ينزلوا يضحوا بكل حاجة علشان يرفعوا الكاس الغالية. وفي النهاية كاس العالم مش مجرد كورة بتتشاط في الجون، إنما كاس العالم هو الرحلة دي كلها، هو صدمة المطار والتحدي اللوجستي، هو زحمة الشارع وتأمين الذكاء الاصطناعي، هو قلق الفنادق العسكرية ومؤامرات الاستشفاء وهيبة الملاعب التاريخية والتكنولوجية. البطولة بدأت خلاص، وكل الحكاوي اللي حكيناها دي كانت مجرد تسخين. المتعة الحقيقية والجنون ابتدى خلاص مع صفارة أول حكم. أنا رغيت كتير قوي النهاردة، وجي دوركم انتوا بقى في التعليقات علشان ترغوا معايا وتملوا المكان حكايات. بعد ما شفتوا الكواليس دي والملاعب والمشقة دي كلها، تفتكروا بقى مين المنتخب اللي نفسه طويل وهيتحمل فروق التوقيت والسفر ويرجع بلاده باللقب الأغلى في التاريخ؟ هل السامبا البرازيلية ولا التانجو الأرجنتيني؟ الماكينات الألمانية ولا أوروبا ليها رأي تاني؟ والمنتخبات العربية تفتكروا بقى هتعمل إيه في المعمعة دي؟ ومين هيوصل لأبعد نقطة؟ اكتبوا لي بقى توقعاتكم في التعليقات، وما تنسوش تدعموا حكاوي الرغايين باللايك المتين والسبسكرايب اللي بيفرحنا وبيكبر عيلتنا، وشير بقى للحلقة في كل جروبات الكورة وعلى صفحاتكم علشان الكل يرغي معانا. أهلا بيكم في حكاوي الرغايين.